يا شادي لبست؟ يابا بقى لبست. انت بتشوحي وانا بكلمك يا شادي؟ ماما زي روشة ما بيعمل في الفيديو. طب انا هكلم ابوك لوشة بقى. استنى خالتك. الو يا لوشة. يا ست الكل. تعالى شوف شادي يا لوشة. تعالى شوف شادي. كلمه بقول له انت يا شادي بتشوح لي ليه كده اهوت؟ يقول لك انا بعمل زي لوشة في الفيديوهات. حقك عليا. انا جاي. في ايه؟ نفرق وراك يا سعيد. يا شادي تعال. هو انت بتشوح لستك وتقول لها انا بعمل زي ما روشة بيعمل في الفيديوهات؟ طيب بص، انت كده كده عندك 7 سنين بس عندك 70 سنة. كلمتين اقولهم لك. عايزني اكلمك بطريقة لوشة بتاعت الفيديوهات ولا اكلمك بطريقة مين؟ كلمني بطريقة بابا روشة. ماشي، اكلمك بطريقة بابا لوشة. بص يا شادي، احنا بنمثل. لما بنيجي بنعمل دور زي ده في عنف، احنا بنوصل رسالة لناس معينة، ناس كبيرة. مش معنى كده اللي احنا نقلده، لان احنا بنعمل قصة اخرة اللي بيعمل حاجة زي كده وبيتكلم بالطريقة دي اخرته وحشة. واحنا لازم نعمل الخير، ما نعملش حاجة فيها شر. سامعني ولا مش سامعني؟ توعدني انك انت ما تقلدش اي حاجة وحشة في الفيديوهات انا بعملها، قلد الحلو اللي انا بعمله في الفيديوهات. توعدني. وعد يا ماما، وعد. تعالى ادخل. واسف لكل طفل فهمني غلط. الواد ده قال 48 ساعة وجاي وما جاش. تفتكر دماغه فيها ايه؟ ليه ما اتفقش مع صاحب الأرض على مرضيته؟ وكله بيمشي ويروح، المفروض كلنا نقعد في الأرض. ممكن يكون بينيمنا. ربنا يستر بقى يا عم جود. استرها يا رب اللي عندك. الو. بس أنت اللي هتقول. بداية الكلام، لو دماغك سوحتك انك تيجي معايا في نوش، واللي يعز ويذل نفرجك على حاجة عمرك ما شفتها. دارك. وأنت نايمتنا وجيت؟ إحنا تعبنا في الأرض دي وهنموت فيها. يبقى هتموت. بعد اذن خد الصغيرين، ما ينفعش اجي عليكم. يلا. هتدوس على وشك. خلص الكلام. انت يرضيك اللي بعد تعبي في الارض ده كله ما يطلعليش اي مصلحه هم باعوها ب 2 مليون جنيه؟ عشان اعرفك اللي انا ثابت على مبدأ ابو اسكندر. في اصول هنقولها دلوقتي. انا جيت قلت المره اللي فاتت هترضي بحكم. في كلام في الحوار ده؟ لا. هيترضوا ب 100,000 جنيه من ال 2 مليون جنيه. ده كلامي وده حكم. امين؟ الكلب يا اسطى. اكيد انت عارف من مكان الدعاوى والعنوان بتاع المكتب. تعالى لي بكره خد ال 100,000. برضه يا جوده؟ مرضى معلم.
شوف مين يا خالد. اوامر يا معلم. قوم يا ده ليمون. استنى يا تعالى عدي على المعلم. اخلص يا ما بالراحه يا عم الزفت انت وهو. اقعدوا. حاضر يا معلم. انت منين وجاي في ايه؟ انا من اسكندريه وجاي في فرد. عمل لي سلاح ناري. لا خطر يا. ما تيجي تقعد مكاني يا اسطى. معلش يا معلم. سلاح ناري؟ سلاح ناري وانت لسه ما طلعتش من البيضه؟ خالد يا معلم. سكن الراجل. حاضر. يلا يا. بقول لك يا سفاح، لوشة مضايقاها علينا ومش عارفين نشغل دماغنا على اي حد داخل الاوضه يا عم. كلام خلصان معلوش النهارده. لا بقول لكم ايه، بتاع اسكندريه اللي داخل ده بتاعنا، انا مش هحله. بقول لك يا اخويا، انت هتقعد هنا وتدفع ارضيه وهتخش الدور بعلبة السجاير. جاي معاك؟ انا اسمع عن عم لوشا ان ما بيدفعش حد دخل عليه الاوضه. لا مفيش الكلام ده، هتدفع. لو ما دفعتش هتسكن دورك. خلي بالكوا انتوا كده مش على الثابت. لوشا حاطط قانون للاوضه دي، لازم تمشوا عليه. ايه؟ هو الكلام داير على ايه؟ عم لوشا نزل ايدك يا ابني ما تربهاش. عايزين ياخدوا مني فلوس ويسكنوني دوره. سعيد، جودة، سفاح، تعالوا. ما تحملش بس. تعال اقعد يا ابني هنا. انا دماغي تعبانه. هتشغلوا دماغكوا، الكلام معايا على خربوش. اللي مش نادد عليه الكلام ده ينزل جولة. يا لوشا احنا مش بنكسر قانون الاوضه. انا داير معايا حوار في اسكندريه وده حظه انه اسكندراني. معلم، احنا قابله في الاوضه يا معلم. واحنا قولنا لك يا معلم. طب صلوا على رسول الله. اسكندريه بلد الرجوله والجدعانه. الجيزه بلد الرجوله والجدعانه. القاهره بلد الرجوله والجدعانه. انا ما عنديش حد يسكن دورق خصم، وما عنديش حد يدفع عليه ارضيه. الكلام ده لا تتعلقه. لا تتعلقه. كل واحد يسكن فرشته. كولي بتشتم بسببك. خير، افتح افتح. ابو اسكندر عم تايسون. خلينا نخش. عم تايسون اتفضل. انت واقف ليه؟ اقف يا عم تايسون. يا ابو اسكندر. بص يا لوشا، انا عارف ان جوده تعبك، وعشان خاطري تقف مع عم تايسون وبنته لله لله. يا لوشا، جودة بعد الانفصال عن بنتي عايز ياخد العفش. يا ابو اسكندر، وده برميل ماشي على الارض، دماغه ما بيفهمش، هخسره والله. وعلى العموم يا عم تايسون انا هكلمه لك دلوقتي. ايه يا جودة؟ بص انا مع اني زعلان منك من المره اللي فاتت، بس انت اخويا. جودة انا عارف ان الموضوع ده موضوع نسب. انا عم تايسون عندي هنا وابو اسكندر عايزني اخش في الموضوع امين، مش عايزني يقول لي دلوقتي. بس هتيجي فرداني، ومش عايز دماغك التعبانه دي، عايزين نحل. ها؟ وانا مستنيك. يلا. واحد بيقول لي يا لوشا.
ها ايه رايك في الدخله؟ بديناها اهو عشان بس تعرفوا. احنا معاك اهو يا اخونا لوشا. بص يا سفاح، انت عارف انت اخويا بره اي كلام. خلي بالك يا اسطى، انا اتصلت بيك قلت لك تعالى فرداني مع احترامي لاخويا، عشان ده موضوع ايه؟ في نسب وفي بنت ناس. انت برضو بتحطني في قصص على بوره، برضو مصمم. بس عادي. امشيه يعني يا لوشا؟ لا ما تمشيهوش، انت هتحطني في غلط. خلاص. بص يا جوده، دلوقتي انت كنت متجوز واحده بنت ناس، خرجتوا بالمعروف، طلقتها، ما حصلش بينكم نصيب، تاخد حاجتها يا اسطى، طالما انت اللي مخلص وانت اللي عايز تطلق. عارف حتى هي لو هي اللي سايباك تاخد حاجتها، ده حق ربنا. وانت قلت لي اقعد في القعده، هتقعد ترغي وتقعد تقول لي مش عارف ايه، براحتك. ها يا ابو اسكندر، ايه اللي يرضيك انت وعم تايسون؟ اللي يرضي عم حسني وبنته يرضيني. وانا اللي يرضيني اخد حاجه بنتي وكل واحد يروح لحاله. ها ايه رايك في الكلام ده يا جوده؟ بص يا عم لوشا، انا هديهم الحاجه بس بعد كده انت مالكش فيه. هات واحده يا جوده. هو ايه اللي ماليش فيه؟ انت دخلت دخله وعديتها بهزار، وجاي وقت قاعد في وسط الناس الغريبه قاعد بتاكل. هفهمك غلط، هتشوفني هشوفك، مش هتشوفني ورب اللي خلق الكون ما هعتمدك. انت شايف كده؟ ماشي. انا هاخد الحاجه من الشقه والناس دي تخصني. يا ابو اسكندر، خسرت بقى يا عم تايسون. معلش يا لوشا.